قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن يغسل فرجه وما لوثه، نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، فيغسل يديه إلى المرفقين، وجهه بعد المضمضة والاستنشاق، نعم. ويغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه. ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصوله إذا كان ذا شعر كثير، نعم. ثم يفيض عليه 3 مرات على الرأس، ثم يغسل سائر جسده. هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء، فإنه يغسل فرجه وما لوثه، ويضرب بيده على الأرض أو على الحائط 2 أو 3 لينظفها بعد هذا الغسل، نعم. ويغسلها، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يغسل رأسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه في مكان آخر. هكذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. نعم. والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا، بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا، نعم. وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا، ليكون عاملا بالسنتين جميعا. وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها، والله موفق.